السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ولا من وقفتكم ليا ولا من دعمكم ليا ولا من الكومنتات الجميلة اللي دايما بتكتبوها لي وبتشجعني وبتديني خطوة للأمام. عايزة ارحب بكل اخواتي من داخل مصر ومن خارج مصر. نورتوني وشرفتوني في قناة المتواضعة يوميات ام نيلي. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. بالله عليكم يا جماعة، يا ريت فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة عشان ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات، نسبة المشاهدين بتبقى غير مشتركين في القناة. يعني انتوا مش هتخسروا حاجة لما تدوسوا على زر الجرس وتفعلوا عشان كل ما انزل فيديو لو عجبكم طبعا محتوى القناة يوصلكوا اشعار بالفيديو وتتفرجوا عليه. عايزاكم تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويصلح حالنا جميعا يا رب. وحشتوني 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 جدا جدا جدا. طبعا انا غبت عنكم كتير، انا بقالي سنة ونص ما بشتغلش على القناة. الفيديو المرة دي يا جماعة مجمع، عندي فيديوهات مجمعة عندي كانت على الموبايل، فانا حبيت اجمعها وحبيت اتكلم معاكم شوية واعرفكم ايه حصل معايا. طبعا انتوا اخواتي وحبايبي، وفي ناس كتير سألت عليا ويهمها امري، يعني الحمد لله بفضل ربنا. في ناس كويسين يستاهلوا كل خير، وفي ناس الواحد ما يقولش عليهم غير حسبي الله ونعم الوكيل. الناس اللي مراش غير أذية الناس والتوقيع بين الناس، وان الناس تزعل من بعض وتشيل من بعض وما تكلمش بعض وما تحبش بعض ولا تحب الخير لبعض. طبعا الناس دي موجودة كتير، ما نقدرش نقول عليهم غير حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منهم وربنا يخلص لنا حقنا منهم في الدنيا وفي الآخرة ان شاء الله بإذن ربنا. عايزة اقول لكم انا طبعا عملت 3 عمليات، كل حاجة هحكيها لكم بالتفصيل. طبعا كل حاجة هنحكيها مع بعض بالتفصيل، انتوا اخواتي وحبايبي ومش هخبي عنكم اي حاجة. اهم حاجة يا اخواتي انا عايزاكم اخد رأيكم في حاجة. انا في ناس كتير قالت لي غير محتوى القناة. طبعا قناتي يوميات ام نيلي هي يوميات، انا اشتغلت فيها طبخ، اول حاجة طبخ. طبعا ناس كتير كانت بتستكتر عليا اللقمة اللي باكلها. يعني الفيديو ده كنت يعني ممكن بعمل فيديو في الاسبوع، مش معنى ان انا مثلا عملت يوم لحمة او نزلت فراخ او بط او حمام معناها ان انا يعني عشت مرتاحة بقى والظهر لعب معايا وكل يوم باكل الاكل ده. انا كنت بصور فيديو في الاسبوع، يعني مثلا يوم واحد في الاسبوع باكله مثلا لحمة او بط او حمام او كده. وكنت بحب انوع في الحاجة اللي انا بصورها، يعني مرة اعمل بط، مرة حمام، مرة فراخ، مرة لحمة، بحيث ان انا اكسب فيديوهات. طبعا عشان ما ينفعش ان انا اعمل نفس الفيديو، مش كل مرة هعمل لحمة، ما مش هينفع كده، محتوى معاد استخدامه. لا انا عايزة اجدد، عايزة انوع في الفيديوهات بتاعتي. فمرة كنت اعمل بط، مرة حمام، مرة فراخ، مرة كوارع. فالناس بقى كانت مفكرة الدنيا لعبة مع ام نيلي، كله بيحقد عليا. يا اختي كلتي كوارع، يا اختي كلتي حمام، يا اختي مش عارف ايه. لما عملت عملية الحمد لله، كانت عملية ورم في الرحم، الف حمد والف شكر وربنا نجاني منها. عايزة اقول لكم ان العين حق، والعين بتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني طبعا ده مثل شعبي، يعني اكيد ناس كتير عارفاه. العين حق، والعين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني بتدخل الراجل القبر بتاعه بيموت من الحسد والعين، وتدخل الجمل. شفتوا الجمل بيبقى حجمه ازاي وطوله وكده، بتدخلوا القدر يعني الحلة بقى يتذبح والناس تاكل اللحمة بتاعته. فيعني الحمد لله. وطبعا الحسد مذكور في القرآن. الحمد لله على كل شيء، لان في ناس كتير بتستكتر النعمة على البني ادم. يعني هي حتى لو حاجة بسيطة انت شايفها مثلا ان هي مش اللي هي واو وكلام من ده، لأ.
انت شايفها عادية، بس في ناس تانية محرومة منها فبصلك فيها. والكلام ده مش معايا انا لوحدي يا جماعة، الكلام ده اكيد معاكم كلكم، اي حد هيسمع الفيديو بتاعي اكيد يعني حصل معاه موقف وحد قريبه اي حاجة حصلت له هتقول نفس الكلام اللي منى اللي بتقوله يعني. فعلى طول العين بتكره الاحسن منها. ممكن في حاجات بسيطة يعني ممكن احلى منه مثلا، ربنا كرمه بولاد وهو لأ، ربنا كرمه بولاد وهو معاه بنات، ربنا كرمه بولاد بس وهو نفسه في بنت، هو مش شغال وغيره شغال. فعلى طول العين بتكره الخير للأحسن منها. طبعا ده مش كل الناس، دي قلة قليلة طبعا يعني. ومحدش بيحب الخير لحد غير ناس قليلة جدا. ناس كتير بتستكتر على البني آدم، دي جوزها معاها، ده جوزها جايب لها، ده معاها ولادها، دي شوفي مخلفة، دي شوفي حلوة، دي لبسها حلو، ده مش عارف ايه. كل الكلام دوت حسد. وطبعا في ناس بتبقى كمان بتستكتر وعايزة نعمة تزول من البني آدم. يعني مثلا يعني هي كرهلها الخير وعايزة كمان النعمة اللي معاها تتاخد منها، تزول منها. لا قدر الله بقى واحدة بيتها يتخرب، تتطلق، ما تخلفش، الله أعلم يعني. كل واحدة بقى ايه باللي ربنا كاتبه لها. فليه يا جماعة ما نحبش الخير لبعض؟ حب لأخيك كما تحب لنفسك. يعني أنا مثلا حابة حاجة حلوة لنفسي أحبها لغيري، ليه أستكتر على غيري؟ هي في ناس ما وراهاش غير الأذية، تقعد تستكتر، ده جوزها بيخرجها، ده جوزها بيجيب لها، ده جوزها مش عارفة بيعملها كويس، ده جوزها بيفسحها، ده جوزها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فأي حد بيكرهني وبيكره لي الخير وجه عليا أو ظلمني، ربنا يرجع لي حقي في الدنيا وفي الآخرة، ومش هسامحه ولا دنيا ولا آخرة. الحمد لله على كل حال. عايزة أقول لكم إن أنا عملت 3 عمليات في شهر. طبعا تعبت ونفسيتي تعبت جدا جدا جدا. الواحد لما بياخد مثلا إبرة أو حقنة بيتألم، ما بالكم أنا قاعدة شهر أخد في محاليل وفي حقن وكالونات، وفي الآخر بقى محاليل، قصدي تحاليل وإشاعات و3 عمليات في شهر. أنا المفروض كان بين كل عملية وعملية شهرين، لكن أنا ما كانش ينفع حكاية شهرين وإن أنا أطول، عشان أنا عايشة طبعا في أسوان. اللي ما يعرفنيش أنا مقيمة ومتجوزة وعايشة في أسوان، وأهلي في القاهرة في الشرقية يعني عامة. فطبعا ما ينفعش إن وأنا لما جيت أعمل العملية سافرت القاهرة عند والدتي، ما عملتش في أسوان. فعشان كده ما ينفعش أقعد في القاهرة المدة دي كلها، عشان عيالي معاهم مدارس ودروس زي ما انتوا فاهمين طبعا. فما ينفعش إن أنا أقعد الفترة دي كلها. فأنا طبعا خليت العمليات بدل ال3 عمليات ما كانوا يبقوا في 6 شهور، قال بين عملية وعملية شهرين عشان تريحي طبعا. فأنا قلت له مش هينفع، أنا لازم أعملهم ورا بعض عشان خاطر المدارس والدروس. وكنا خلاص يعني الأجازة هتخلص، الدروس كانت ابتدت وقعدت خدوا يعني لعيالي رجعنا أسوان. فدروس كتير فاتت عيالي، كانوا زمايلهم بياخدوا من شهر 8 واحنا راجعين في 9، في آخر 9 أول 10. فالحمد لله على كل حال يعني، ربنا يصلح حالهم ويوفقهم وينجحهم ويخليهم لي ويفرحني بيهم، عيالي وعيالكم جميعا وعيال المسلمين جميعا يا رب. ده فيديوهات مجمعاها، ده طبعا منظر كلاب صغيرة كنت شايفاها كده وانا كنت عند الدكتورة بكشف، عجبوني ما شاء الله، شكلهم كان جميل فصورتهم. انا من النوع اللي بحب الكلاب والقطط والحيوانات عامة يعني. طبعا الرحمة دي مش موجودة في اي بني ادم، ما فيش اي حد بيحس بحد يعني. اللي ما بيحسش بالبني ادم بالانسان عمره ما هيحس بالحيوان. فالحمد لله يعني ربنا حاطط الرحمة دي عندي. انا والله مش بشكر في نفسي، بس دي حقيقة، الناس اللي تعرفني عن قرب اكيد عارفين الحتة دي، ان الحمد لله يعني ان انا اي حيوان بشوفه في الشارع ولا كده بعطف عليه في البيت.
كذا قط لقيته وجبته وعالجته ووديته لدكاترة. بس انا ما بحبش اصور، يعني اللي بيعمل الخير بيعمله في الدرة وفي السر، مش لازم اصور واوري الناس ويقولوا ده شايفين ام نيلي ده بتعمل ايه، ده شايفين ام نيلي بتسوي ايه. انا ما بحبش كده. فانا الحمد لله يعني والشكر لله اللي ربنا بيقدرنا عليه في اي حاجة في خير بعملها. الحمد لله. والحمد لله برضو ربنا نجاني من حاجات كتير عشان الخير اللي انا بعمله. الحمد لله، الف حمد والف شكر. وعايزه اشكر الناس اللي كانت بتدعي لي من قلوبها، الناس اللي كانت حبالي الخير وحباني ان انا ارجع تاني اقف على رجلي وان انا اخف، لان انا كنت بموت. انا فعلا كنت بموت يعني بمعنى الكلمة. الحمد لله ربنا نجاني عشان خاطر ولادي وعشان خاطر الناس اللي كانت بتدعي لي من قلوبها. طبعا كل واحد عارف نفسه، اللي هو انا لما كنت في شدتي كان بيدعي لي بيقول يا رب اشفيها وامها بالسلامة لعيالها، ولا كان بيدعي عليا. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان كاره لي الخير وكان بيدعي عليا ولا مش عايزني اقوم بالسلامة لعيالي. وكل واحد عارف نفسه واللي على راسه بطحة بيحسس عليها زي ما بيقولوا بالبلدي كده. فانا عايزه اشكر كل حد كان بيدعي لي من قلبه وكان نفسه ان انا ارجع اقف على رجلي تاني واخف وارجع بيتي ولعيالي. اقول له ربنا يجازيك كل خير ويخلي لك ولادك ويفرحك بيهم. وكل واحد عارف نفسه على ايه. انا طبعا نفسيتي تعبت جدا من ساعة العمليات. الحمد لله والشكر لله. تعبت وبعدت عن بيتي وعن عيالي وربنا العالم بيا وبالدكاترة باللي انا شفته. انا ما كنتش قادرة بخش الحمام ولا عارفة اشرب ولا عارفة اكل ولا كنتش عارفة اعمل اي حاجة. القعدة اللي هي القعدة ما كنتش عارفة اقعدها. الحمد لله على كل حال. طبعا هنا ولادي كانوا في الملاهي بيلعبوا. كنا مودينهم الملاهي في اسوان وبيلعبوا فيها. يعني انا مصوره لكم كذا فيديو كان عندي على الموبايل. ده يوسف ابني اللي لابس تيشيرت احمر، وده محمد اللي قاعد بيلعب ولابس تيشيرت برتقاني. فيعني انا مش عايزه اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يا جماعه يعمل لي لايك واشتراك وكومنت حلو في محتوى الفيديو. ربنا يجازيكم كل خير. هنشوف بقى دلوقتي راكبين اهوت النحله اللي هي اللي بتشاور بتعمل باي بايديها. وده يوسف. انا كان عندي المرارة يا جماعة وال والحصوات اللي كانت في المرارة عندي طبعا كان لازم اعمل عملية، وانا طبعا بخاف من العمليات. وكنت قبلها عاملة عملية برضو اللي هي ورم في الرحم يعني. فكنت اتعقدت وتعبت مش عايزة عمليات تاني، تعبت خلاص. واكيد كل واحد عارف يعني ايه عملية، هي كلمة لوحدها، الكلمة لوحدها تخض وترعب، ما بالكوا بقى اللي بيعملها. ف ما كنتش عايزة اعملها وكنت خايفة، بس لو كنت عارفة ان انا اللي هيحصل لي اللي جرالي ده بدل عملية بقوا 3 كنت زماني عملتها من بدري، كنت ريحت دماغي. بس انا ما كنتش عارفة ان ده كله هيحصل لي. الحمد لله والشكر لله طبعا، وقدر الله ما شاء فعل. وربنا طبعا ما بيديش علمه لحد. الحمد لله. الحصوات اللي كانت في المرارة عندي طبعا طلعت من المرارة، دخلت القنوات المرارية، سدت لي القنوات المرارية بتاعتي. الصفرة زادت في الجسم. الصفرة طبعا بتبقى في جسم الإنسان العادي 58 حاجة و60 بالكتير قوي يعني. أنا الصفرة وصلت معايا في التحاليل بتاعتي كانت 388، يعني داخلة على 400. فالصفرة عليت خالص في جسمي وكنت يعني تعبانة ما بقدرش، بموت بمعنى الكلمة، ولا قادرة آكل ولا عارفة أقعد ولا عارفة أنام ولا عارفة أعيش حياتي زي أي حد. حياتي كلها أغلبها يا عند الدكاترة يا في المستشفيات. لغاية ما تعبت أنا قلت في حاجة غلط أكيد، يعني أنا كل مرة ما بيجراليش ده كله. كان الأول المغص المراري ده بيجيلي
بيشد عليا مثلا كل 3 شهور، كل 4 شهور، كل شهرين حتى، لكن كل يوم كل يوم كل يوم، ودكاترة ومحاليل وحقن ومفيش أكل نهائي. أقول لكم قاعدة شهر ما باكلش، الحمد لله والشكر لله. فطبعا كان في حاجة غلط في الموضوع، حاجة غلط. فسافرت القاهرة ورحت طبعا أكشف. كشفت بدل عند الدكتور كذا دكتور. الدكتور أول حاجة طلبها مني، قال لي أول حاجة اعملي لي إشاعة واعملي لي تحاليل. ورحت عملت التحاليل ورحت أعمل الإشاعة. الدكتور بتاع الإشاعة أول ما جه يعمل لي الإشاعة قال للممرضة اللي بتساعده، قال لها شغل الأنوار البيضة العالية. قعد يبص في عيني يقول لي فتحي عينك كويس. فعرفت إن إيه، يعني أنا كنت قارية على النت، يعني الواحد برضو بيعرف يقعد يقرا على النت كده حاجات. فقال بص في عيني، فأنا فهمت إن الصفرة كده أدام بيبص في العين يبقى الصفرة عالية في الجسم. فقلت له يا دكتور، هو الحصوة سدت القناة المرارية ولا ايه؟ قال لي يعني انت هتعملي ايه يعني لو عرفتي؟ قلت له لا انا بسأل يعني. قال لي ايوه، القناة المرارية بتاعتك الحصوات سدتها. فرحت للدكتور طبعا، وانا طبعا يعني ربنا ما يعيد الايام دي تاني، منهارة طبعا. فشاف الاشاعة قال لي انا كنت بقولك هنعمل العملية، دلوقتي ما اقدرش اعمل لك عملية المرارة دي نهائي طول ما الحصوات دي سد القنوات المرارية. ما ينفعش ان انا اشتغل او افتح بطنك اصلا، لازم الاول تعملي عملية الحصوات دي، تتشال من القنوات المرارية ويتركب لك دعامة، وبعد كده اعمل لك انا المرارة. والعملية دي اغلى من عملية المرارة نفسها. قلت له يعني ملهاش حل؟ قال لي ملهاش حل خلاص، وبعتني للدكتور. بس الحمد لله طبعا بفضل ربنا والشكر لله ان الدكاترة اللي ربنا وقعني فيهم دكاترة ممتازة وكويسين وشاطرين. الف حمد والف شكر ليك يا رب، وطبعا ده من فضل ربنا كرم. ف رحت للدكتور التاني، كشف عليا برضو اشعة وبتاع، قال لي لازم العملية. قلت له خلاص اعملها لي. حدد لي العملية ورحت عملت العملية. اول عملية عملتها اللي هي شالوا لي حصوتين في القنوات المرارية بتوعي وركبوا لي دعامة. الدعامة دي عبارة عن حاجة غطت القنوات المرارية بتاعتي عشان خاطر مفيش حصوات تاني تنط من المرارة تدخل القنوات المرارية، لان طبعا مش هينفع برضو دكتور المرارة تاني هيقول لي ما اقدرش اعمل لك حاجة لو كانت حصوات نطت من المرارة دخلت القنوات المرارية تاني بعد العملية الاولانية اللي انا عملتها. قال لي لازم اعمل لك دعامة. قلت له اعمل اللي حضرتك شايفه. عملت اول عملية، شالوا لي الحصوتين اللي كانوا في القنوات المرارية وركبوا لي دعامة غطوا بيها القنوات المرارية بتاعتي. الدكتور قال لي القنوات المرارية بتاعتك كبرت طبعا عشان خاطر الحصوات اللي دخلت وقعدت فترة فيها، وانا ما كنتش اعرف. بس انا كنت حاسة في حاجة غلط في جسمي، يعني سبحان الله. طبعا ربنا خلق اجهزة الجسم وهي ماشية بنظام معين، ده طبعا ربنا اللي خلقه وعامله، محدش يقدر يعمل. لكن لما في حاجة غلط بتحصل اكيد لازم يبقى في انذار، في حاجة يعني تبين انك في حاجة غلط. فانا اللي انا شفته في الفتره اللي قبل اعمل فيها العمليه اسافر القاهره كان في حاجه غلط فيا. مفيش اكل، وجع 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 وجع، دكاتره، في حاجه غلط. فانا قلت لازم اروح اكشف واشوف. فسافرت طبعا القاهره. وعايزه اقول لكم كمان ان وانا في القطر الالم ده جالي. يعني انا كان لما الالم ده بيجيلي لو بالنهار بروح لدكتور، كان على طول يجيلي الساعه 1 الساعه 2 بالليل الساعه 3 بالليل بروح المستشفى، لان مفيش دكاتره بتبقى فاتحه في الوقت ده. لكن المستشفيات بيبقى فيها دكاترة 24 ساعة. فكنت بروح بيدوني محاليل برضو وحقن مسكن وكلام من ده. بس الحمد لله كانت بتريحني شوية ان انا اعرف انام. يعني زي ما بيقولوا الجسم، يعني لو في حاجة اشتكت منه بيفضلوا كل الأجهزة تسهر جنبه. ما مش عارفة انام، ما بعرفش انام خالص نهائي من الوجع،
غير لما اخد المحاليل والمسكنات لولا ما اعرف انام. فانا قلت لا، في حاجة غلط فيا، مش ده اللي كان بيحصل لي على طول. انا كانت على طول بيجيلي المغص الشديد ده، واخد محاليل وحاجات بس مرة كل كام شهر، وكان الموضوع بيعدي وخلاص. لكن المرة دي في حاجة غلط، كل يوم كل يوم كل يوم، مفيش اكل، لا في حاجة غلط. فعملت اول عملية، بعد كده الدكتور قال لي ريحي، عايزة تريحي شهرين بعدين نعمل لك عملية المرارة. قلت له انا ما ينفعش اريح شهرين، انا لازم اعمل عملية المرارة على طول، عشان خاطر انا عايزة ارجع اسوان، عشان انا عايشة في اسوان، وعشان عيالي ومدارسهم ودروسهم. قال لي يعني انت ما فيش حد مثلا ياخد باله من عيالك وكده وانت خليكي وبتاع؟ قلت له لا طبعا ما فيش، انا لازم اسافر انا وعيالي وكده اسوان. قال لي خلاص براحتك بقى، شوفي هتعمليها امتى، وانت يعني انت حرة بقى. وطبعا بيمضوني على اقرار، لازم يا انا يا جوزي، يعني اللي جاي معايا ساعة العملية هو لازم يمضي على الإقرار ده، إن أي حاجة تحصل لي في العمليات هم مش مسؤولين. وأكيد أي حد عمل عملية يعني عارف الكلام ده. قال لي ده يبقى يعني مثلا في خطورة عليك ولا حاجة، فأنا مش مسؤول يعني. فكنت بمضي على الإقرار وبتوكل على الله وبقول يا رب يشفيني وأمني بالسلامة عشان خاطر عيالي، لأن ملهمش حد غيري بعد ربنا. طبعا محدش بيخلي باله على عيال حد، ولا بيراعي عيال حد، كل واحد شيلته وبيشيلها زي ما بيقولوا. الحمد لله ربنا كرمني وعملت أول عملية، بعدها بأسبوع واحد رحت أعمل العملية التانية. الدكتور قال لي طيب اعملي لي إشعة تاني وتحاليل، رحت عملت إشعات تاني وتحاليل، فالحمد لله الدنيا اتظبطت. قال لي هتعملي عملية المرار، رحت عملت عملية المرار. طبعا مش عايزة أقول لكم الألم والوجع اللي أنا حسيت بيه أول ما فقت من البنج من عملية المرار. محدش هيحس باللي أنا بحكيه برضو غير اللي جرب وعمل نفس العملية. الحمد لله ربنا نجاني وأمني بالسلامة لولادي. بس وبعد كده قال لي الدكتور، قال لي طبعا انت قلت له انا عايز الدعامة دي عادي اعيش بيها؟ قال لي لا طبعا ما ينفعش تعيشي بيها، ده انت اقصى حاجة شهرين، ولو سبتيها في بطنك هتعمل لك مشاكل كبيرة انت في غنى عنها، هتعمل لك مشاكل كبيرة جدا الدعامة دي لو فضلت في بطنك. قلت له يعني اعملها امتى العملية؟ قال لي يعني شهرين وتعالي اعمليها. قلت له طب انا هسافر اسوان مش هينفع ارجع تاني برضو اشيل الدعامة دي، فشيلها لي، وما ينفعش تشيلها وانا بعمل عملية المرارة. قال لي طبعا لا ما ينفعش، لازم الدكتور اللي يركبها لك هو اللي يشيلها لك، ما ينفعش اني انا اشيلها لك وكده. بس فبعد ما عملت عملية المرارة طبعا كتب لي ساعتها الدكتور حقنة ب300 جنيه. الحقنة دي طبعا آه، الحقنة دي جدول بتنزل للمدمنين. طبعا دي من شدة الألم كان كاتبها لي، عشان طبعا الحقنة دي كانت 10 سنتي، والحقنة دي بتتباع ب300 جنيه، وما بتتصرفش غير بالبطاقة، يعني للناس اللي عاملة عملية صعبة زي كده، عشان خاطر يعني ايه تسكن معاهم الألم شوية. فكانت 10 سنتي، فالدكتور قال كل ما تحس بألم ادوها 2 سنتي. طبعا أنا أول ما خرجت من العمليات وفقت حسيت إن قلبي هيقف، كنت بموت بمعنى الكلمة في العملية دي، تعبت خالص، مش عارفة اخد نفسي، مش عارفة اتنفس، اكن في جبل على قلبي هيقف، حاساه مش قادرة. حطولي تنفس صناعي، طبعا جابولي انبوبة اكسجين وحطوها لي، خلصت وجابولي واحدة تانية. قعدت فترة بقى ايه في المستشفى، ما روحتش. الناس اللي كانت عاملة معايا العملية في نفس اليوم روحوا، انا طبعا حالة خاصة فضلت قاعدة في المستشفى. محاليل، مفيش اكل مفيش شرب، بقى عايشة على المحاليل والحقن والمسكنات، كل شوية اخد في الحقنة دي 2 سنتي، مش عاملة حاجة برضو، ألم فظيع ووجع فظيع. الحمد لله على كل حال، ربنا عدى المواضيع دي على خير.
وطبعا كان معايا اخويا الله يبارك له، ربنا يصلح حاله يا رب ويفرح قلبه ويرزقه ببنت الحلال اللي تستاهله. عايزاكم تدعوا له دعوة حلوة، ربنا يصلح حاله يا رب ويخليهولي ويفرحني بيه. ما سابنيش الصراحة، هو اللي كان معايا في العمليات، وهو اللي يقومني ويقعدني، وما كنتش بعرف اقعد، ما كنتش بعرف اقوم، كنتش بعرف ادخل الحمام بسبب الخرطوم. كانوا مركبين لي خرطوم في بطني. طبعا هم فتحوا لي بطني 4 فتحات، 3 فتحات اتخيطوا وفتحة ما خيطوهاش سابوها مفتوحة، دي مركبين فيها خرطوم لغاية الكبد من جوه عشان خاطر يصفك العصارة المرارية اللي موجودة، وعشان اي دم اي حاجة عند الكبد تنزل تتصفى في الدرنقة اللي كانوا عاملينها. طبعا الكلام ده برضو محدش هيفهمه غير الناس اللي عملت العملية او معاها حد قريبها عمله. فانتوا متخيلين بقى ان في خرطوم داخل جوه لغاية الكبد عندك، ما بتعرفش تنام، مش عارف تقعد، مش عارف تدخل الحمام. الخرطوم داخل لغاية الكبد وطالع منه الدرنقة بره. قعد معايا يومين، بعد كده الدكتور قال لي كلم اخويا وقال له هات مشرط. فطبعا انا ما خفت طبعا، يعني هتعملوا لي ايه تاني؟ ما كفايه اللي انا شفته ده، انا عامله عمليتين لغايه دلوقتي واتفاجئت ان لازم في واحده تالتة الدعامه دي تتشال. انا كنت مفكره هما العمليتين وشكرا خلاص. بس فبعد كده اتاري هو عايز المشرط عشان هيقطع الخرطوم من بره ويسحبه بقى من بطني. عايزه اقول لكم احساس رهيب، انتوا متخيلين لما يكون في خرطوم جواك وحد بيشده؟ طبعا الدكاتره ما بتحسش بحد ولا محدش بيحس بألم حد، ما تمسحش دمعتك الا ايدك. محدش بيحس بحد يا جماعه في الزمن ده غير قله قليله اللي يحسوا بيك ويزعلوا على زعلك ويخافوا على زعلك ويتأثروا بيك يعني. طبعا ده كنا في مهرجان المانجا هنا في أسوان. الفيديوهات دي قديمة عندي على الموبايل على فكرة، أنا مش مصورة أي حاجة جديدة يعني. دي كانت فرقة من مهرجان المانجا. المهرجان ده طبعا بيتعمل كل سنة، ده كان 3 سنة بيعملوه. بيتعمل عندنا في أسوان في حديقة كده على الكورنيش، كورنيش أسوان. وبيجي المحافظ يفتتح المهرجان، وبيبقى في ناس بقى بتبيع فيه مانجا وبتبيع فيه مشغولات يدوية. أي حد عنده سلعة عايز يعلن عنها أو يبيعها بيجي المهرجان ده ويبيع. زي مهرجان البلح اللي أنا كنت مصوراه قبل كده، كان في نفس المكان برضو ونفس الحاجة. يعني لما تكون في فاكهة جديدة نازلة وكده الموسم بتاعها بيعملوا لها مهرجان، مهرجان المانجا، مهرجان البلح كده يعني. فكانت حفلة حلوة وكده، فانا صورت لكم، حتى انا منزلة كذا فيديو منهم. المهرجانات دي مهرجان المانجو، اللي حابب يدخل عندي على القناة ويشاهد اللي يعجبه. ويا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي ما ينسينيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من قناة يوميات ام نيل. بس يا جماعة وخلصت العملية وفضلت قاعدة في المستشفى مستنية طبعا ان انا اقدر اقوم عشان اروح البيت وكده، اني مش قادرة اتحرك. اول ما الدكتور شدلي الخرطوم وكده طبعا تعبت وكده، وبعد كده خلاص بقى قال لي روحي وكده عشان ترتاحي وفهمني اعمل ايه بقى في الجروح اللي في بطني. في 3 فتحات متخيطة وفي فتحة ما اتخيطتش اللي هي بتاعة الخرطوم، ما كانش ينفع يخيطها لان متشال الخرطوم منها بعد يومين، فازاي هيخيط يعني وانا صاحية؟ مش هينفع طبعا. روحت البيت بقى طبعا عذاب وعناء ووجع وألم، ليكوا تتخيلوا كل حاجة وحشة كانت معايا. الحمد لله، بس بفضل ربنا أزمة وعدت وقدرت أتغلب عليها الحمد لله. وبعد كده كلمت الدكتور، قال لي
شوفي هتقدري تعملي العملية التالتة امتى، عشان انت بتقولي مش هتقعدي، المفروض على الأقل شهرين بين كل عملية وعملية. قعدت بالظبط 15 يوم ورحت عشان اعمل العملية التالتة. فيعني كنت يعني زي الانتحار كده، يعني شوف ما حد يكون عايز ينتحر بقى، ان هو كذا 3 عمليات ورا بعض في شهر واحد. رحت عشان اعمل العملية الأخيرة والحمد لله. الدكتور طبعا جيت دخلت اوضه العمليات لتالت مره في شهر واحد، طبعا تعبت وانهارت وقعدت اعيط. قعد يقول لي طيب انت يعني سبت الصعب كله جاي في اخر عمليه وبتحصل لك كده؟ فالدكاتره يعني طبعا اوضه العمليات بيبقى فيها دكاتره كتير، فواحد منهم بيقول يعني طب ايه يعني ليه العمايل دي كلها؟ ففي الدكتور بقى اللي كان عامل لي العمليه الاولانيه وعارف ان انا عملت التانية ودي التالتة، فقال له دي اعذروها، دي عاملة عمليتين ودي تالت عملية. فطبعا الناس ما كانوش عارفين كده، فريق العمل بتاعه قال له ربنا يشفيكي وكده. يعني الحمد لله الدكاترة كلها قعدوا يقولوا ما تعيطيش وما تخافيش برضه عايزين يطمنوني وانا منهارة طبعا، وقبل البنج وقبل الكلام ده. فالحمد لله انا شفت ايام صعبة جدا، صعبة بمعنى كلمة صعبة، ما كانش معايا غير ربنا. الحمد لله هو احسن من الكل، يعني هو ربنا اللي وقف جنبي، وهو اللي طلعني من محنتي، وهو اللي قامني بالسلامة عشان خاطر عيالي. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب العالمين. فعلا إنه أقرب إليك من حبل الوريد. الحمد لله. بس يا جماعة بقى، خلصت آخر عملية وقلت بقى أرجع خلاص بقى أسوان عشان أشوف بقى بيتي وعيالي ومدارسهم ودروسهم ونظبط الدنيا اللي ورانا. طبعا انتوا عارفين قبل دخول المدارس عايزين كراريس، عايزين اقلام، عايزين شنط، عايزين هدوم. جينا بقى شفنا ايه الولاد اللي كان ناقصهم الشنط، اللي ليه شنطة عايزة تتخيط نخيطها، اللي عايزة تتغسل نغسلها، مثلا الهدوم نغسلها. في كان ملوش هدوم رحنا اشترينا لهم بقى الكراريس والاقلام الحاجات اللي الدنيا كلها عارفاها. الحمد لله. بس وبعد كده بقى عايزة اقول اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. عايزة اشكر الناس اللي كانت بتسأل عليا، ناس كتير كانت بتسأل عليا وتطمن عليا. يعني حتى في ناس ما كنتش بقدر ارد عليها، المكان اللي انا كنت قاعدة فيه ما كانش فيه شبكة، فكانت في ناس كتير بتسأل عليا وللأسف يعني عايزين بيتصلوا بيا بس بيديهم مغلق. يعني ناس كتير فكرت ان انا غيرت رقم تليفوني، بس انا ما غيرتوش. انا المشكلة ان رقم تليفوني مفيش شبكة في الحتة اللي انا كنت قاعدة فيها، فاللي كان يتصل عليا كان يديله مغلق. فعايزة اشكر اي حد يحاول ان هو يوصل لي او يطمن عليا او يكلمني وانا معرفتش ارد عليه، وكان غصب عني يعني. وساعات كان يعني لو جمع ود جرس ساعات ما كنتش قادرة اتكلم، من اللي انا كنت فيه ما كنتش قادرة اتكلم. ده هنا دول عيالي محمد ويوسف ونيلي. نيلي بتقول لكم حطوا لايك، هو يا ويوسف بيعملوا باي. كنا في مركب على النيل. انا زي ما قلت لكم ان الفيديوهات دي متجمعة، فيديوهات كانت على الموبايل عندي وانا جمعتها. الحمد لله. اهم حاجة دلوقتي عايزة اخد رأيكم في حاجة، ان انا قناتي انتوا عارفين ان هي كانت طبخ، وبعد كده عملتها فلوجات، عملتها تحديات، عملتها بصور اليوميات اللي بيحصل في اليوم بتاعي يعني.
هي قناة اسمها يوميات ام نيلي، يعني اي حاجة بتحصل في اليوم بتاعي بصورها، لو تحدي، لو مثلا قصص، عملت قصص كما تدين وتدان، عملت قصص الخطف، عملت قصص ام تفرق في المعاملة بين ولادها. فانا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات بعد اذنكم، انا عايزة يعني اختار محتوى واحد واصور وامشي عليه. بعد اذنكم الناس اللي بتحب ام نيلي وبتحب لها الخير هتكتب لي كومنت تقول لي يا ام نيلي اشتغلي على المحتوى كذا. انتوا اكيد دخلتوا قناتي وشفتوا قناتي، انا اشتغلت في كذا محتوى، بس لان انا قناتي يوميات اصور اي حاجة مش محددة مثلا بجيمنج او مثلا ترندات او طبخ، بس لا انا قناتي يوميات اي حاجة بنعملها نصورها وننزلها. فانا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات الناس اللي بتحبني وبتحب لي الخير، اهم حاجة، مش الناس اللي بوشين اللي في قدامي تضحك ومن ورايا تتكلم عليا وتجيب في سيرتي وتقطع في فروتي وكرهالي الخير وكرهالي كل حاجة حلوة. ربنا يديهم من قلوبهم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم الناس دي، وهم عارفين نفسهم واكيد بيسمعوا الفيديو، لان الناس اللي بتبقى كرهالك الخير بتبقى يعني ممكن حبايبك، الناس اللي بتحبك مش هتخش الفيديو ومش هتسمعه ومش يعني مش هتهتم، عادي منى اللي نزلت فيديو عادي ربنا يوفقها وخلاص. لكن الحاقد الحاسد ده اللي بيكون كارهك وكاره لك الخير، ده اللي بيبقى عايز يعرف عنك كل تفصيلة صغيرة، فهم دول اللي هيخشوا يسمعوا الفيديو من اوله لاخره عشان يسمعوا منى اللي بتقول عليهم ايه وبتقول ايه، وايه هي اللي منى اللي عاملاه ومنزلاه. فعايزه اقول لكم يا ريت تحطوا لي لايك، بس هو ده اللي انا بطلبه منكم. انتوا اكيد مشتركين عندي في القناه، عشان كده لما نزلت الفيديو جالكوا اشعار وهتخشوا تشوفوا الفيديو من اوله لاخره. انا مش طالبه منكم غير ان انتوا تحطوا لي لايك بس. انا كده كده قناتي اتقفلت، ما بقاش فيها اعلانات ولا في ربح ولا في اي حاجه شغاله عليها. ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اشغلها تاني وارجعها وافعلها وارجع اقف على رجلي تاني باذن ربنا. ربنا زي ما وقف جنبي في حاجات كتير اكيد هيقف جنبي في اللي جاي برضو، وهيرجع لي قناتي وهرجع اشتغل عليها زي الاول ويمكن احسن ان شاء الله. ربنا يقدم اللي فيه الخير. عايزه اقول لكم اهم حاجه اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسنيش في اللايك. اللايك يا حبايب قلبي، اللايك ما بيتكهربش، اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناه يوميات ام نيلي. زي ما انتوا شايفين النيل، احنا كنا بالليل طبعا واخدين مركب وماشي بينا في النيل، وفي مركب ماشيه قصادنا اهي برضو. عايزه اقول لكم ان اسوان جميله، ده جبل ابو الهوا المنور الكبير ده. اسوان جميله جدا جدا، بالنهار جميله وبالليل جميله، سبحان الله. يعني ليها جمال خاص كده، بالنهار تمشي على الكورنيش بالنهار في اسوان تلاقيه جميل وتحفه، تمشي عليه بالليل تلاقيه سبحان الله جميل وتحفه برضه. ربنا محليها يعني في جميع اوقاتها، زي ما غنوا لها كده القاهرة ونيلها وطول ليلها وأغانيها ومواويلها. طبعا المركب ماشي بينا في النيل والأغاني شغالة والأجواء جميلة جدا، بس طبعا مش هينفع أشغل الصوت عشان انتوا عارفين حقوق الطبع والنشر ما ينفعش. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، مناظر جميلة وأجواء جميلة. ده محمد ابني، دي طبعا ناس تانية، يعني احنا المركب خدناها احنا وكنا ناس تانية معانا مش لوحدنا طبعا، لان الاسعار لو انت هتاخد مركب لوحدك الاسعار غالية جدا طبعا. لازم يعني يكون ناس، يعني احنا مش شرط مش قرايب ولا كده، لا بس يعني اسمنا عدد. الفلوس بدل ما هياخدها واحد مثلا هيدفع له 300 400 جنيه، مش زي لما كل عيلة مثلا تدفع لها 50 جنيه ولا 60 جنيه وكل واحد
وهو والعيلة بتاعته هتركب المركب ونتفسح كلنا زي ما انتوا شايفين كده. المركب مشيت بينا في النيل واغاني والهوا، ويعني كان يوم جميل جدا، كان يوم رائع الصراحة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اجواء جميلة، والاغاني كمان اللي شغالة كانت جميلة، بس ما ينفعش ان انا اشغل الاغاني. انا قلت انا هسجل لكم بصوتي عشان احكي لكم كل اللي حصل معايا طبعا، وما كانش ينفع ان انا مجمعه لكم كذا فيديو يعني من عندي على الموبايل، لان مش هقدر اصور فيديو كل المدة دي. عايزة اللي بيحب ام نيلي بجد من قلبه وحابب لها الخير يدعولي ربنا يتم شفايا على خير، ربنا يوفقني، ربنا ينجحني، ربنا يفتح لي باب رزق ليا ولولادي في قناتي ان شاء الله. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يا جماعه ما ينسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، لان الناس بدخل على الاحصائيات بتاعه القناه بلاقي نسبه المشاهده، الناس اللي بتشاهدني مش عامله لي اشتراك. طب ليه يا جماعه مش عاملين الاشتراك؟ يعني هو الاشتراك هيخسركم ايه او هيتعبكم في ايه؟ ده زرار بتدوسوا عليه. الحمد لله على كل حال. اهم حاجه ان انا قمت بالسلامه لولادي. انا اي نعم دلوقتي تعبانه ودايخه، على طول بحس بدوخه وان الدنيا بتلف بيا وهقع من طولي طبعا لاني تعبانه. متخيلين ان يعني شهر ما باكلش وشهر تاني 3 عمليات وطبعا اكل بسيط وكلام من ده وحاجات يعني بسيطه، العمليات وكده اكلها اكل معين. فالحمد لله ان انا قمت بالسلامه، فادعولي ربنا يقويني ويقدرني عشان خاطر اقدر اشوف طلبات عيالي وبيتي وجوزي الناس برضو اللي بتحبني. الناس اللي بتحب ام نيلي هي اللي تدعي لها من قلوبها. الناس اللي بتكرهني وكرهالي الخير يعني زي ما بيقولوا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايزة عسل منك. يعني ما لا تدعوا عليا ولا تدعولي، اللي كارهني يسيبني في حالي، يقول لي روح ربنا يسهل لك، يسهل لي ويسهل لكم. اللي بيحب ام نيلي بجد هو ده اللي يدعي لها، لان هو ده اللي دعوته هتستجاب وربنا هيقبلها، ان هو حبيب لي الخير، وهم انا عارفين نفسهم اللي بيحبوني وانا بحبهم. وربنا يقربني منهم ويبعدني عن الناس اللي بتكرهني وتكره لي الخير. ربنا يجعل ما بيني وبينهم سد. الحمد لله. وعايزه اقول لكم برضو يا جماعه، الناس اللي تعلم ولادها ازاي ترفق بالحيوان، ان مثلا مش كل العيال اللي بتقابل الحيوانات في الشوارع اللي بيقعد يضربهم بالطوب ويعورهم ويكب عليهم ميه. ليه يأذوا الحيوانات؟ علموا ولادكم الرفق بالحيوان. يا معاهم اكل هياكلوهم ويرعوهم ويحطوا لهم شويه ميه، لو لقمه عيش، لو حبه عظم مثلا فاضوا منكم في الاكل، بواقي اكل البيت، هتساعدوهم وتاكلوهم، يبقى جزاكم كل خير، جزاك الله كل خير. مش عايزين تساعدوهم سيبوهم في حالهم، هو ربنا خالقهم، انهم امثالكم، ربنا خالقهم وهو اللي هيرزقهم. فيا جماعه يا ريت ما تعذبوهمش، الناس كبيرة برضو مش صغيرين بس، فخلوا عندكم رحمة، خلوا في قلوبكم رحمة، الراحمون يرحمهم الله. هنا طبعا كنت مع جبس مصر، طبعا عارفينه مملكة جبس مصر، بيقول لكم حطوا لايك واشتركوا في قناة مونيلي. واللي يروح من مملكة جبس مصر يقول لها انا جاي من مملكة جبس مصر. طبعا ما حدش جه، ودي هي هبة جبس مسلم برضو بتقول لكم نفس الكلام. حطوا لايك لأم نيلي واشتركوا في القناة بتاعتها طبعا، واللي يدخل يقول من مملكة ام مسلم. محدش طبعا دخل برضو، محدش وقف جنبي ولا ساعدني. يعني هم دول قنوات مليونية وكانوا يقدروا يساعدوني، يرفعوا لي على المنتدى، يعملوا اي حاجة، لكن محدش ساعدني، محدش بيساعد حد. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ما بتمسحش دمعتك الا ايدك، محدش بيقف بحد ومحدش بيحس بحد.
هما طبعا كانوا زيارة عندنا هنا في أسوان، وده طبعا كنا في القطر ودانيلي وبنتي واقفة. كنا في القطر، كنت عاملة العملية الأولانية بتاعتي وكنت راجعة. ده طبعا الكمساري اللي بياخد التذاكر، بيشوف التذاكر. عايزة اقول لكم ان المية فضلت قطعة في القطر من المنيا لغاية أسوان. انتوا متخيلين بقى ان احنا قاعدين كل المحافظات دي وكل الساعات دي مفيش مية في القطر؟ احنا يعني المية اللي في القطر دي احنا مش بنشرب منها لانها دي بتبقى في خزانات وكده، بس اسمها للاستعمال الشخصي، يعني للحمام، نغسل ايدينا للحمام اللي عايز يتوضى الكلام ده. يعني ادي اهو بوريكم الحنفيات ما فيهاش ميه. طبعا انا ده الحمام اللي كان بتاع العربية بتاعتنا، وانا معايا ولادي هما اللي كانوا معايا برضو، كنا لوحدنا معناش حد غير ربنا. فالمية مش موجودة في العربية بتاعتنا، فكنا لازم نعدي كذا عربية عشان نلاقي مية عشان خاطر الولاد يدخلوا الحمام. وانا كنت ساعتها عاملة العملية وتعبانة، فمش هقدر اروح مع عيالي كل ما يعوزوا يروحوا الحمام هروح معاهم. فيعني انا بناشد المسؤولين وسكك حديد مصر، يا ريت يا جماعة تهتموا بالقطارات شوية يعني تنظموا تشيكوا على القطارات قبل ما تطلع. اللي عايز مية تعملوا له، اللي عايز صيانة. انتوا بقى بتغلوا لنا التذاكر واحنا بنركب يعني، بس لازم تراعونا برضو زي ما احنا بندفع اللي انتوا طلبتوه. المفروض تقدموا لنا خدمة ممتازة. وانا الصراحة ما كنت نفسي اسافر طيران، بس للأسف لقيت التذاكر غالية جدا، والنوم برضو قطر النوم، كنت عايزة اسافر قطر نوم لقيت التذاكر غالية جدا برضو. فرجعنا برضو للقطر التاني العادي اللي بنركبه، قطر الغلابة. الحمد لله، مع ان تذكرته غليت جدا، غليت الضعف، يعني عايزة اقول لكم غليت الضعف ويمكن اكتر من الضعف، بس مفيش اهتمام برضو. مفيش، المفروض يبقى فيه رعاية احسن من كده. والمفروض برضو يبقى في كل قطر مثلا في زي صيدلية، في زي دكتور، اي حاجة لا قدر الله تحصل للركاب، يكون في حد كده يعني من وزارة الصحة. لو كل قطر هيطلع يبقى فيه دكتور، في حد. طبعا الكلام ده مش موجود اصلا في مصر. بس اللي خلاني افكر فيه ان انا لما كنت تعبانة، لما كنت مسافرة من اسوان للقاهرة، انتوا متخيلين طبعا احنا اسوان جنبنا السودان خلاص، والقاهرة دي اول بلد، من من اول بلد لاخر بلد في المحافظة. القاهرة لأسوان يعني كذا محافظة. انتوا متخيلين بنعدي على المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر، ده دول المحافظات. وأسوان آخر حاجة، غير المراكز اللي موجودة في كل محافظة كام مركز، وبني سويف. يعني هو القطر بيطلع من رمسيس بنعدي على الجيزة، بعد الجيزة بقى معانا بني سويف. ده قطر المحافظات، بيبقى فيه قطر اسمه قطر محافظات، ما بيقفش غير في المحافظات بس او المراكز الكبيرة. لكن في قطر بقى المراكز ده اللي بيقف في كل حتة، يعني نيني نيني زي ما بيقولوا، في اي 5 دقايق تلاقيه وقف، كل مركز بيقف فيه. طبعا القطر ده بيبقى بهدلة جدا، وهو نفس الفلوس، يعني مش ده بسعر وده بسعر، لأ. بس انتوا لما تروحوا تحجزوا اعرفوا المعلومة دي، انا معرفتهاش غير بعد فترة برضو، ان في قطر اسمه قطر محافظات وفي قطر مراكز. طبعا الناس اللي بتوع المراكز دول على عيننا وعلى راسنا، بس ايه، هم بيبقوا عارفين. يقولوا مثلا عايز انزل مركز، اه، اي مركز بقى، كومومبو ضراو، فهو عايز ينزل المركز بتاعه فهو هيحجز مراكز. لكن انا واحدة
انا هركب من اسوان هنزل القاهره، او العكس هركب من القاهره نازل اسوان اخر محافظه. فانا ايه اللي يخليني اركب مراكز واتبهدل انا وعيالي كل شويه القطر يقف؟ انا عايزه محافظات. فكل واحد بقى يسأل في الحته دي ان هو هينزل محافظه، يركب محافظات هيلاقي انضف واحسن. هينزل مركز يركب بقى مراكز، وربنا معاه ويعينه. طبعا هنا احنا كنا عمالين نلف في العربيات بتاعة القطر عشان ندور على مية، نشوف انهي حمام في انهي عربية اللي فيه مية. قعدنا لفينا القطر كله لغاية لما لقينا عربية واحدة اللي كانت في القطر هي اللي فيها مية. وطبعا العربية دي كانت في أول القطر واحنا كنا في آخر القطر، لأن العربيات اللي بتبقى الناس اللي مسافرة أسوان آخر محافظة، دول بيحطوهم مع بعض بيبقوا في آخر عربيات، في 10 في 11 في 9. لكن الناس اللي بتركب وتنزل بقى قنا سوهاج الكلام ده بيبقوا في أول العربيات. فالحمد لله دي بنتي نيلي برضو ماشية معايا. هي يعني كانت عايزة تدخل الحمام وأنا قاعدة معاها، طبعا عمالة أدور في القطر على عربية يبقى فيها مية عشان خاطر تعمل حمام وكده. كنت عامل عملية وتعبانة، دي برضو اهو حنفية ما فيهاش مية، والأوكر بتاعة البيبان متخلعة. يعني حتى يعني ما فيش اهتمام يشوفوا أوكر البيبان بتاعة القطر، لو مسمار هيحطوه ولا صامولة هيربطوها، يبقى فيه اهتمام يعني شوية زي ما انتوا بتغلوا التذاكر علينا. الحمد لله. ادي القطر اهو ماشيين، طبعا بندور على المية عشان نلاقي مية طبعا زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. ويا ريت بقى تقولولي في الكومنتات انتوا عايزيني اصور لكم ايه، واعمل لكم ايه. قولولي مثلا عايزيني اغير محتوى القناة، زي ما ناس بتقولي اعملي قصص، اعمله قصص ولا اعمل ايه بالظبط، ولا اخليه طبخ. بس الطبخ الصراحة انا مش عايزة اخليه طبخ، لان الناس اللي بتكره منيلي وبتكره لها الخير يعني بيحقدوا عليا وبيبصولي في اللقمة اللي باكلها انا وعيالي. فانا مش عايزة طبخ الصراحة، لان انا بطلت طبخ لاني تعبت وعملت عملية ساعة اما كنت بصور الطبخ والاكل، ويبصولي يقولوا لي عاملة كوارع، عاملة حمام، عاملة بط، عاملة مش عارف ايه. طب ما انا يا جماعة هي حتة اللقمة دي باكلها في الاسبوع، والواحد يعني بيحوش عقبال ما بيجيب الحاجة. وكمان يعني ايام الطبخ انا الكلام ده كان من سنتين او سنتين ونص، كانت الحياة رخيصة والدنيا رخيصة لسه ما كانتش غليت زي دلوقتي. فيعني الحمد لله برضو بيبصولك في اللقمة اللي انت هتاكليها. فالحمد لله على كل حال. هنا اهو لقينا مية اهو، المية المكنة طلعت قماش، ادي العربية اللي لقينا فيها مية. طبعا الناس اللي معايا من اول ما جت تصوير القطر شايفين كام عربية مشينا فيها، وشايفين الارض متبهدلة ازاي، شايفين يعني حتى ما في اهتمام بالنظافة، يخشوا بالشرشوبة كده ينشفوا الارض، ولا كده عيل صغير يتزحلق بتاع. انا بوريكم طبعا الكلام ده، بقول لكم شايفين القطر ما فيش مية والقطر مش نظيف والتذاكر غالية الحمد لله. ربنا يكرمنا ان شاء الله ويرزقنا كده وبعد كده نسافر طيران. الناس برضو اللي بتحب ام نيلي تدعي لها، ربنا يكرمنا ويوفقنا كده ويرزقنا برزق حلال. احنا مش طالبين غير ربنا يرزقنا برزق حلال.
الحمد لله والشكر لله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، كل ده طبعا انا عمالة اقول لكم القطر مش نظيف، وشوفوا مشينا كام عربية عشان نلاقي مية. ده طبعا ما ينفعش، انتوا عمالين تغلوا علينا التذاكر، تبقى فيه عناية، فيه اهتمام شوية غير الاول. الحمد لله على كل حال. عايزة اقول اللي وصل معايا لحد هنا ياريت ما ينسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. وياريت تكتبولي كومنت حلو زيكم كده، الكومنتات الايجابية الحلوة اللي بتشجعني وبتخليني ان انا احب الشغل واشتغل لكم واصور لكم. مش عايزة كومنتات سلبية، الناس الحاقدة، الناس دي مش هقول لهم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ربنا يخلص لي حقي منكم في الدنيا وفي الاخره. الناس اللي مش وراها غير اذية الناس. طبعا الناس اللي بتحب ام نيلي هتحط لها لايك وهتشترك لها في القناه، اللي حابين الخير لام نيلي. الحمد لله، وانا في ناس كتير بتحبني وانا عارفاهم، بس الله اعلم كمان بقى ده حب يعني، الحب الزائف ولا حب صادق من قلوبهم فعلا بيحبوا لي الخير، حب في الله، ولا حب اللي هو في وشك يضحك لك ومن وراك يقطع في فروتك ويتكلم في ظهرك. الناس اللي بوشين ربنا يبعدهم عننا، الناس اللي بوشين دول. هنا برضو كنا في القطر، دي خناقة برضو الناس اللي ملمومة عليها دي حاجة يعني ما يعلم بها الا ربنا. طبعا الصوت كان هيبقى ازعاج، انا برضو عاملة كتم للصوت وبسجل لكم عشان طبعا انتوا كل الحفلات اللي عدت واللعب ومع اولادي والكلام ده كله كان اغاني، وهنا القطر طبعا بقى رجرجة القطر والدوشة والبياعين والكلام ده. طبعا البياعين ربنا يرزقهم يا رب برزق حلال لولادهم. هم منعوا بيقولوا يمنعوا البيع الجائلين، بس هيمنعوهم ليه؟ طب حرام، ما هو ده مصدر رزقهم. يعني لما واحد يبيع مناديل ولا واحدة، ولا يبيعوا عسلية، ولا يبيعوا حزمة، ولا يبيعوا كراريس، ولا أي حاجة تجيب فلوس، سندوتشات، ناس بتكون عاملة لب وسوداني وكلام من ده. الجلاب طبعا ما حدش يعرف الجلاب غير الناس الصعايدة، هم اللي عارفين. فربنا يرزقهم ويوسع رزقهم يا رب، لما يلاقوا شغلانة حلال يشتغلوا ويأكلوا عيالهم أحسن ما يبقوا حرامية ويسرقوا. هي البلد ما فيهاش شغل أصلا، يعني الكليات والبكالوريوسات قاعدين عاطلين مش شغالين أصلا. فكل واحد يدور له على شغلانة يقدر يفتح منها بيت ويأكل ولاده، رزق حلال. ربنا يرزقنا بالحلال ويبعدنا عن الحرام يا رب. قولوا امين في الكومنتات. طبعا الناس اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد من قناة يوميات ام نيل. وياريت تكتبوا لي كومنتات ايجابية يا حبايبي. عايزاكم تقولوا لي اشتغل ايه، اصور لكم ايه، اخلي محتوى القناة ايه، اخصصها في ايه القناة. وادعوا لي القناة تتفعل تاني وترجع عليها الربح والاعلانات. الناس برضو اللي بتحبني وبتحب الخير لمنيلي، مش الناس اللي بتكرهني وبتكره لي الخير. ربنا يبعدهم عني ويعميهم عني، امين يا رب العالمين. دي نيلي برضو اهي، قاعدة برضو عايزة تدخل الحمام اللي فيه مية
في واحدة اهي بتشطف ابنها وبتديه لجوزها. ده الحمام الوحيد اللي كان فيه مية. فنيلة حبت تخش الحمام تاني، وطبعا العربيات بعيدة عن بعضها، ما امنتش عليها ان انا اخليها تروح لوحدها، فانا اللي رحت معاها ووديتها الحمام، وكنت بصور برضو يعني. ادي الاكرة طلعت في ايد الراجل كمان، يعني حاجة غلب والله. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. عايزة اقول لكم ان يوم السفر ده بيبقى تعب وبهدلة ومرمطة، لان بنسافر محافظات كتير. متخيلين المسافة من مصر لأسوان كم محافظة وكم ساعة وكم دقيقة وكم ثانية، واحنا قاعدين بقى والقطر قاعد يجري بينا ويرجرج فينا. الحمد لله على كل حال. يعني بنركب القطر، لو ركبناه الصبح بنوصل بالليل، ولو ركبنا بالليل نوصل تاني يوم الصبح، لان المسافة يعني طبعا ده تساهيل بتاعت ربنا، ممكن 16 ساعة، ممكن 18 ساعة، ممكن 20 ساعة. فالسفر ده تساهيل من عند ربنا، الحمد لله. يعني ربنا يوصلنا بالسلامة ويرجعنا بالسلامة، وأي حد مسافر ربنا يوصله بالسلامة ويرجعه بالسلامة. ادي الناس كلها قاعدة تزعق وتتخانق في القطر على المية وعلى الأرض مش نظيفة والحمامات مش نظيفة. ناس كتير بتشتكي اهي، قاعدين بنكلم عامل النظافة. طبعا هو ولا في الدماغ، هيعمل لنا ايه؟ المفروض كل عربية ليها عامل نظافة ينظفها ويشيك عليها والكلام من ده، بس يعني البلد دي ماشية ببركة ربنا، الحمد لله. طبعا اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي، يا ريت يعمل لي اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. وعايزاكم تقولولي بتتابعوني منين. اي حد من متابعيني بيتابعني يكتب لي بيتابعني من انهي دولة، من مصر، من السعودية، من الامارات. عايزة اشوف ام نيلي وصلت لغاية فين في الدول. طبعا انا بطلت اقول المقدمة بتاعتي، لان في ناس كتير كانت بتزعل من المقدمة بتاعتي، لانني بقول دول وبنسى دول. يعني انا ليا واحدة حبيبتي من النمسا على طول تقول لي على طول نسيت النمسا يا ام نيلي، وبتزعل. انا عايزة اقولك انتي على راسي من فوق، وحبيبتي انتي وكل اهل النمسا. ادي الاكرة كمان طلعت اهي في ايدي. يعني يا جماعة لو مسمار ولا صامولة وركبت الاكرة اهي في مية اهي، الحمد لله شغالة بعد عناء وبعد مسافة طويلة طبعا. وادي الارض مش نظيفة ومليانة مية، الحمد لله. هنا بقى مركز الدكتور طارق الجندي، لما كنت رايحة اعمل العملية بتاعة الورم في الرحم. ده المركز بتاعه في المعادي. طبعا هو دكتور غني عن التعريف، اكيد كلكم عارفينه، دكتور طارق الجندي. مركز كذا دور وزحمة في المعادي طبعا. مركز الندى للخصوبة والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، دكتور طارق الجندي. طبعا دي مش دعاية يعني، بس أنا بوريكم، يعني أنا كنت مصورة ساعة العملية وكده،
وما نزلتش الفيديوهات دي زي ما حضراتكم شايفين اهو. مركز الندى. ده في المعادي. كنت بقول لكم يا ريت تدعوا لي ربنا يقومني بالسلامة ويرجعني لبيتي ولولادي. طبعا انا اول ما رحت للدكتور طارق قال لي عملية تاني يوم، فالحمد لله يعني. قال لي انت مستحملة ده كله ازاي وكده. فيعني انا الحمد لله يعني زي ما بيقولوا كده حمالة قاسية، بتحمل لغاية لما خلاص ما بقاش قادرة. خلاص بقى ما فيش حل بقى الا خلاص العملية تتدخل. انا من النوع اللي بكره الدكاترة والمستشفيات يعني لما بتعب ما برضاش حتى اروح اكشف، بقول لا اعمل اخد دواء، اجيب من الدواء من الصيدلية، اعمل حاجات سخنة كلام من ده. بس ما بروحش للدكتور بقى غير لما بكون خلاص مش قادرة بقى وتعبانة خالص. وما برضو ما بدخلش في العمليات غير بعد دكتور واتنين وتلاتة لما كلهم يأكدولي. والحمد لله يعني ربنا يعني رزقني بدكتور طارق الجندي، كان ممتاز. والدكاترة اللي عملوا لي العمليات التانية برضو دكاترة ممتازة جدا. ربنا يوفقهم ويسعدهم ويصلح حالهم يا رب، ويوسع عليهم ان شاء الله. دكاترة ممتازة الحمد لله. يعني ربنا بيوقف لي ولاد الحلال، طبعا ده من دعوة والدتي ليا، ربنا يخليها لي ما يحرمنيش منها ويديها الصحة والعافية يا رب. على طول تدعي لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال. هم دول ولاد الحلال اللي بقالهم في طريقي، لما بحتاج لهم بلقاهم. الحمد لله والشكر لله. عايزة اقول اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. انا طولت عليكم طبعا جدا جدا جدا، بس انا كنت حابة احكي للمتابعين بتوعي ايه اللي حصل معايا ويعرفوا ايه اللي جرالي، لان ناس كتير كانت بتسأل عني. طبعا ده كورنيش اسوان. ده الكورنيش بالليل طبعا روعة جميل. التصوير ظلمه الصراحة، يعني هو التليفون كاميرا على قدها برضو، تليفون صيني. ادعولنا ربنا يكرمنا كده ونجيب الايفون ربنا يرزقنا ان شاء الله يعني، ونجيب كاميرا كويسة عشان نعرف نصور لكم وتكون الصورة يعني احسن من كده واوضح من كده. بس هو يعني ايه برضو حاجة بتقضي الغرض. الف حمد والف شكر لك يا رب. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، ده كورنيش اسوان جميل ونضيف. اسوان جميلة جدا جدا جدا. اتمنى تيجوا تنورونا وتزورونا، بس يا ريت في الشتاء اجازة نص السنة جاية تجري اهي تيجوا تنورونا. لكن ما انصحش اي حد يجي اسوان في الصيف، لان الجو عندنا بيبقى نار نار ضرب نار يا عبد الستار. لكن في الشتاء بيبقى الجو عندنا جميل، بالنهار كمان بيبقى بقى رحلات الناس كلها بتيجي هنا تشت عندنا في نص السنة بيتفسحوا. طبعا عندنا معابد، وعندنا جزيرة النباتات وابو الهوى ومعبد فيلة. عندنا اماكن ومتحف النيل. عندنا اماكن والسد العالي طبعا غني عن التعريف. ادي كورنيش اسوان بالنهار. مش حرمكم من حاجة، صورلكوا بالنهار ومصورلكوا بالليل. زي ما انتوا شايفين طبعا ده الكورنيش بالنهار. شايفين مية النيل نضيفة ازاي وزرقة. المية دي ما تلاقيهاش طبعا في القاهرة. وهتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.